انضم الينا مشاهدينا في هذه الاثناء باسل طبال من برشلونه مراسل قنوات بي سبورتس. باسل، مرحبا بك. سرعان ما نشاهد اسم لويس دياز في الايام الاخيره كذلك، ولكن هذا ليس للقول ان برشلونه فعلا مهتم هو فعلا مهتم بلويس دياز، ولكن لا يعني هذا انه هو اولويه، ولكن هو جس نمط كذلك بالنسبه للمناصر والمشجع ومتابعي النادي لترى كذلك الاداره الرياضيه ما هي رده فعل الجمهور عندما سنطرح اسم لويس دياز. هل سيلقى اهتماما كبيرا؟ لا يبدو انه الاهتمام لم يكن كبيرا. تحدثنا منذ يومين عن لويس دياز، ولا يبدو حتى ايضا في الجمهور العربي ان هناك اقبال كبير، مع ان ربما قد يكون لاعبا ممتازا بالنسبه للفريق، قد يساعد، لا ندري. من كان يدري ان رافينيا سيكون بهذا المستوى في هذا الموسم، وان يقوم بهذه الاهداف وهذه الارقام المستحيله. لاعب سجل 10 اهداف في الموسم الماضي، سجل في هذا الموسم 34 هدفا. لاعب قام ب 12 تمريره حاسمه في الموسم الماضي، وهذا الموسم قام ب 25 تمريره حاسمه. يعني سجل اكثر من 30 هدفا، وهذه ارقام كبيره جدا. كل ذلك يعتمد على عمل المدرب وتوظيف المدرب للاعب والاعتماد عليه واكتشاف الدور الحقيقي وكيف بامكانه ان يساعد. لاعب في فريق لا يعني انه في فريق اخر لن ينجح، هذه امور مغايره. ولكن انا مصر ان الاولويه ليست لويس دياز بالنسبه لبرشلونه. انا عارف ان ديكو معجب كثيرا بهذا لاعب مجتهد. ارقامه، تحدثنا عن ارقامه في المره الماضيه، ارقامه جيده، لكن بامكان برشلونه في هذه الصفقه التي سيدفعها مقابل اللاعب ان يحصل على صفقات افضل. لو دفع نفس المبلغ مقابل نيكو فنيكو افضل بدون اي شك. لاعب شاب ولاعب بامكانه ان يساعد الفريق جيدا. لاعب مع منتخب اسبانيا، يعرف اللاعبين الموجودين مع منتخب اسبانيا في برشلونه، داني اولمو، بيدري، جابي، صديق لامين. كل هذه الامور تساعد بشكل كبير. حتى اذا كان نفس المبلغ سيدفع مقابل رافائيل لياو على سبيل المثال، ربما رافائيل لياو قد يكون ربما خيار افضل بالنسبه لبرشلونه. لن تحسم الامور بهذه البساطه وبهذا الشكل. هناك حرب مستمره، ولكن هنا طرح ديكو كذلك لموضوع لويس دياز هي ايضا لتحويل الانظار كذلك عن نيكو ويليامز. انا اطرح اسم مغاير عن نيكو ويليامز، يقول لا، اولويتي ليست نيكو ويليامز، بل الاولويه هي لويس دياز او لياو او راشفورد. حتى مع انا بالنسبه لي يعني راشفورد او لويس دياز لا يجب ان تكون هذه الخيارات خيارات اولويه بالنسبه لبرشلونه، مع وجود خيارات اقوى في السوق، وكذلك مع وجود لاعبين يرغبون دون اي شك ان يلعبوا مع فريق فليك، مع فريق قادر على الفوز بدوري الابطال وقادر على المنافسه بعد الموسم الكبير الذي قدمه برشلونه. دون اي شك ان هناك اكثر من لاعب يرغب في اللعب مع برشلونه في الفتره المقبله. ما زال الوقت مبكرا لتتضح الصوره. الان لا تحسم اي صفقه، الان كل الصفقات تحسم باغسطس او ربما في بعض الاحيان بوقت مبكر، ولكن الصفقات الدسمه والكبيره من الصعب ان تحسم الان. ولكن ريال مدريد دون اي شك انه يسعى كذلك وضع جس نبض كذلك الجمهور باسماء مثل ماكاليستر، مثل انسو فرنانديز، وكلها اسماء مكلفه دون اي شك. ولا يبدو ان ريال مدريد كذلك يتمتع بهذه ليس هناك السيوله الكبيره للتعاقد مع لاعبين بهذه الكميه الكبيره، اذا صح التعبير، في هذا الصيف. هذا ما سنراه. لننتظر بدايه كاس العالم للانديه وماذا سيفعل ريال مدريد في هذه البطوله، وما هي الاستفاده الماديه التي سيحصل عليها كذلك في حال ذهب بعيدا في كاس العالم للانديه. ونرى كذلك مشروع تشابي الونسو، ان كان كذلك تشابي الونسو هو الذي سيختار اللاعبين في نهايه المطاف. بينما برشلونه بحاجه لبعض الرتوشات، اذا صح التعبير، لبعض الاسماء التي بامكانها ان تساعد الفريق. ظهير، جناح، قلب دفاع، حارس. انا برايي هناك حاجه لحارس. يعرف جوان غارسيا ان الاهتمام به كبير من عدد كبير من الانديه، ليس فقط في الليغا، ليس فقط من برشلونه، ولكن هناك اهتمام في اكثر من انديه في المانيا، وحتى كذلك في انجلترا، بضم هذا الحارس الذي دون اي شك كان من افضل الحراس، واعتقد انه يستحق ان يكون كذلك موجود مع المنتخب الاسباني في الفتره المقبله. وهو كذلك يتمنى ذلك، ان يكون موجودا على سبيل المثال في دوري اوروبا الذي سيلعب في الشهر المقبل في المانيا، عندما يواجه المنتخب الاسباني منتخب فرنسا في الدور النصف نهائي. لا ننسى كذلك ان جوان غارسيا كان من ذلك الفريق الذي فاز بالميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه في باريس في الصيف الماضي، مع مجموعه لاعبين مثل إيريك غارسيا، كذلك اللاعب كوبارسي، فيرمين لوبيز،
وكل هذه المجموعة كانت موجودة في ذلك الفريق الذي حقق الميدالية الذهبية على حساب المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية في العام الماضي في باريس. جوان غارسيا في هذا الموسم أثبت أنه من أفضل الحراس، وكما ذكرنا أن إسبانيول عانى كثيرا في هذا الموسم خاصة مع البداية. الفترة الأخيرة في الإياب إسبانيول تحسن أداؤه بشكل جيد، والفضل كذلك يعود لجوان غارسيا الذي كانت لديه تدخلات كبيرة. تذكر مباراة إسبانيول وريال مدريد في ملعب كورنيا عندما ساهم كذلك جوان غارسيا في منع ريال مدريد من أهداف كثيرة، وأعتقد أن تلك المباراة كذلك كانت نقطة تحول في مسار الدوري وفوز برشلونة في الدوري في هذا الموسم. لن يعرف كما ذكرت جوان أن هناك اهتمام كبير من هذا اللاعب، وهناك نقطة مهمة جدا جرت بينه وبين برشلونة بعد نهاية مباراة إسبانيول، وبرشلونة سأتحدث عنها لاحقا. لكن بالنسبة لبرشلونة يعرف أن لديه مشكلة في حراسة المرمى. صحيح أن تير شتيغن عاد، صحيح أن تشيزني لعب دور جيد خاصة مع بداية مشاركته في المباراة الأولى. أعتقد أن آخر مباراة جيدة قدمها تشيزني كانت مباراة التي خاضها الفريق في مواجهة بنفيكا في الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا. تلك المباراة التي طرد فيها كوبارسي تشيزني قدم أداء جيد، ولكن حصل هناك تراجع كبير في أداء تشيزني في الفترة الأخيرة، وذلك الضجيج الذي كذلك سمعناه مع احتمال عودة تير شتيغن، وفي حال وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا فيريد تير شتيغن أن يفعل كما فعل كورتوا في العام الماضي. كل ذلك أثر بشكل سلبي على الحارس تشيزني الذي حتى الآن لم يتخذ القرار إن كان سيبقى أم لا. الأمور تتعلق بأمور عائلية بالنسبة للحارس، ولكن واضح أن كذلك تير شتيغن الذي عانى الإصابة في الفترة الأخيرة، نحن لا نقلل من شأن تير شتيغن الذي كان له شأن كبير في برشلونة في السنوات الماضية، ولكن حارس يعود من إصابة خطيرة لا نعرف وهي الوضعية التي سيكون عليها في الموسم المقبل. دون أي شك أنه يريد أن ينافس، يريد أن يلعب، هو قائد الفريق، ولكن حارس أصبح نوعا ما متقدم في السن. إصابة خطيرة على مستوى الركبة كانت في الموسم الماضي في فريق شاب يطمح للكثير من الألقاب على المستوى الأوروبي والمستوى المحلي، ولا يريد أن يكون لديه نقطة ضعف. لذلك هنا أي مشجع وأي ناقد أو أي أحد يرى ما يحدث في حراسة برشلونة يعتقد بشكل منطقي أن برشلونة بحاجة لحارس قوي، لحارس شاب، لحارس متيقظ، لحارس جريء، ولحارس عملاق. وهنا أعتقد أن كل هذه الأمور موجودة في الحارس جوان غارسيا. حارس شاب، حارس ليس سيئا بالقدمين، تدخلات الحارس ممتازة، واحد على واحد أيضا يلعب بشكل جيد، وردات فعل الحارس جيدة جدا. لذلك هناك اهتمام في الفترة الأخيرة كما سمعنا جميعا وكما نعرف جميعا من برشلونة في محاولة خطف هذا اللاعب. صفقة قد تصل ل 25 مليون يورو، لو نزل إسبانيول إلى الدرجة الثانية لكانت انخفضت ل 15 مليون يورو. لذلك هنا كذلك يعرف جوان غارسيا برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع نيك ويليامز من أجل ضمه في الصيف. توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع نيك ويليامز لاعب أتلتيكو بلباو من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة كانت تهدف لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق. ويليامز الذي قدم مستويات مميزة في الليغا لافت أنظار العديد من الأندية، إلا أن برشلونة كان الأكثر جدية في التفاوض معه بعد تألقه مع المنتخب الإسباني. الاتفاق بين الطرفين شمل الشروط الشخصية والعقد الممتد حتى عام 2029، حيث أبدى اللاعب رغبة واضحة في الانتقال إلى ملعب كامب نو والعمل تحت قيادة المدرب الجديد هانس فليك. الصفقة كانت ستتم مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر ب50 مليون يورو، لكن العقبة الأبرز تمثلت في الوضع المالي للنادي الكتالوني الذي لا يزال مقيدا بقوانين اللعب المالي النظيف. على الرغم من التفاهم مع اللاعب ووكيله، واجه برشلونة صعوبة في توفير السيولة اللازمة لإغلاق الصفقة دون مخالفة القيود المفروضة عليه من الرابطة الليغا، وهو ما أدى إلى تجميد التعاقد في الوقت الحالي مع الإبقاء على خيار استئنافه لاحقا في حال تحسنت الظروف المالية. نيك ويليامز من جانبه لم يخفي إعجابه بمشروع برشلونة الرياضي،
لكنه أبدى احترامه لعقده الحالي مع بلباو، وترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات في المستقبل. ومن جهته يواصل برشلونة مراقبة السوق ساعيا لإيجاد حلول، إما لتمويل الصفقة أو التحول إلى أهداف بديلة. قبل أيام خرجت أخبار تؤكد أن برشلونة يريد التعاقد مع الكولومبي نجم ليفربول لويس دياز، لكن بعدها تبين أن الجماهير والإدارة لم يرحبوا بهذه الصفقة بسبب عمر لويس دياز، عكس نيك ويليامز الذي ما زال سنه صغيرا وهو 24 سنة. لويس دياز الآن لديه 28 سنة و لديه من أجل جلبه يجب دفع مبلغ كبير جدا مثل مبلغ نيكو ويليامز، مثل مبلغ رافائيل لياو. وبذلك وصل برشلونة إلى قرار نهائي، وهو الابتعاد من صفقة لويس دياز بسبب عمره الذي قريب من الدخول في سن 30، وأيضا بسبب مبلغ الكبير الذي يجب دفعه من أجل شراء هذا اللاعب. نفس المبلغ إذا قدموه لميلان من أجل رافائيل لياو سيجلبونه، وتعلمون رافائيل لياو لديه مهارات رائعة، لاعب ذو جودة عالية. كذلك نيك ويليامز الذي يعرف لاعبين برشلونة جيدا في منتخب إسبانيا. مشاهدينا الكرام، شاركونا رأيكم في التعليق حول هذه الأخبار. شكرا على المشاهدة.